السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدرسة عصفوري حياكم الله، وكنتمنى لكم التوفيق والطمأنينة والهناء في مجال تربية الطيور. شكرا خويا كمال في الكلام الجميل اللي قلتيه في حقي وفي حق المدرسة، جزاك الله خيرا. بالنسبة اليوم غادي نهضروا البارح علاش هضرنا، درنا موضوع ديال الاستحمام الطيور. علاش كيستحمم الطائر، علاش كنخرجوه للشمس في الصباح فاش كتكون الشمس جايبه لي فيتامين ديالها، علاش كنخرجوه في العشيه فاش كتكون الشمس دايه لي فيتامين ديالها، علاش كنعطيو التغاريد في الصباح وكنعطيو التغاريد في العشيه. هادشي تطرقنا ليه البارح في الموضوع. اليوم غادي نتطرقوا للبرونشيمو ديالنا باش نبقاو غاديين على الترتيب ديال تربيه الطيور. إلا درنا الاستحمام البارح للطيور واليوم درنا الاستحمام للطيور، كنعطيو واحد البرونشيمو، اي واحد الوقايه من المحفز الطبيعي، وهو اليوم جبنا ليهم الحبق البلدي اللي وريت لكم في الصوره. الحبق البلدي كنسمعوا الطويرات بعض الاخوان كيقولوا لك هاد الطويرات ديالنا كيخرجوا التبجغيط. هنايا المولوع خصو يساعد الطائر في الاحبال الصوتيه باش يقد الرنات ديالو. شنو كنعطيوه في هاد لي برونشيمو؟ عندنا هاد النباتات الطبيه والنباتات القطنيه والنباتات الشوكيه كيتغداو عليهم الطيور المغرده، من لي زوازون دي كري، من لي زوازون دي شو، من لي زوازون دي كور. هنايا خص المولوع يعرف فوقاش يقدم المحفز الطبيعي اللي كيقوي الاحبال الصوتيه او المكان المزمار الطائر. كنجيبو هاد النبته ديال المحفز الطبيعي اللي كيتجلى عندنا في الطبيعه، وهو باش كنديروا الوقايه للجسم ديال الطائر من البكتيريا ومن الطفيليات ومن الفيروسات، وكنرفعوا درجه الحراره للجسم ديال الطائر بهاد المحفزات الطبيعيه اللي كتجلى عندنا في الطبيعه. هنايا كنعتمدوا على الحبق، لان الحبق كنشوفوه في هاد الوقيته هادي كيدير لنا الزهور البيضاء، اي كيعلن الحبق على ظهور الحبيبات السوداء ديالو، الزريعه ديالو. الحبق كتبدا الزريعه ديالته كتيبس من التحت حتى كتطلع للفوق. سبحانك يا عظيم، هو ما كيبش من الفوق والزريعه ديالته كتيبس من الفوق، لا كيجي من التحت وهو كيبس. الغصن ديالو كيبدا تيبس الزريعه واليرقات ديالو من التحت وغاديين حتى للراس، حتى كتولي عندنا ديك الزهره البيضاء. الزهره البيضاء كيتغداو عليها النحل من الرحيق ديالها، وكيتغدى عليها الطائر الحسن، وكيتغدى على اليرقات، وكيتغدى لينا على الحبوب. لي كومبوزو الا جينا نهضروا عليهم متعددين، كيقوي الجهاز الهضمي، كيقوي الجهاز التنفسي، كيقوي لينا كيغسل لينا الحويصله، كيغسل لينا الحجاب اللابد، الكبد، فيه بزاف. كيرفع المناعه للطائر، فيه الكالسيوم، فيه البروتين، فيه فيتامين او، فيتامين سي فعال 100%، وفيه فيتامين دي. كيقوي لينا الريش والعظام ونضارات الليليه، نظارات العين، اي الطير كيشوف مزيان في الليل الا كان كياكلو. وعطيناه مره واحده في اليوم. كنجيبو عريش صغيور بحال هذاك اللي وريتكم وكنقدموه للطيور المده ديال 24 ساعه. كنحطوا ليهم كل جزء فيه 10 سنتيم لكل طائر. عندي 6 ديال الطويرات، 7 ديال الطويرات جمعهم في قفص، كيدوزوا مرحله تغيير الريش، وكنعطيهم التشميش والسباحه، ومعتمد ليهم على البروغرام ديال المناخ اللي عندي في المنزل والبروغرام اللي عندي ديال المناخ في السطح. دائما كنمشيو بهاد المحفزات الطبيعيه ولو مره واحده في الاسبوع. هاد النباتات الطبيه اللي كنهضروا عليهم راه هما اللي كيديروا لنا الوقايه للطائر، وكيجهزوا لنا الطائر في مرحله تغيير الريش باش يمر من مرحله تغيير الريش بسرعه. كيقوي بهم المنقار، الاغصان كيصوب بهم المنقار، لان كيكون عندهم المنقار رطب. مرحله تغيير الريش كيكون الطائر منهمك. الا بغينا نشطوه كنشطوه بهاد المحفزات الطبيعيه وكنكالميوه.
من الخوف كنكالميوه من الطيور الكبار اللي كدوز من فوق الاقفاص وكيتخلع كيشدو داك لوشوك. كنكالميوه من القطط، كنكالميوه من الاطفال اللي عندنا في المنزل اللي كيمشيو حدا الطيور ولا كيقيسوا لينا الاقفاص حنا ما كنشوفوهمش. هنايا الطائر فاش كبدا تعطيه محفز طبيعي كتدخلو في واحد لوكال، في واحد الاستراتيجيه ديال كتفتح ليه الشهيه وكياكل مزيان وكيدوش وكيشد لوكالم ديالو. حتى الا عطيتيه التغاريد كتبدا تعطيه الاشرطه في الصباح وفي العشيه، كتعطيه شريط باش يتصنت عليه. هذا الطائر هذا الا كيزيد كينفتح على السمع بالمحفز الطبيعي اللي عطينا اليوم. غدا ان شاء الله غادي نديرو محاولة اخرى ونهضروا على محفز اخر اللي يمكن لينا نقدموه، يا في الماء يا نباتات الجزء ديالها اللي ما كيتعداش 10 سنتيم لكل عنصر من الطائر. لان الحويصله ديال الطائر الحسون كتعرفوها، الحويصله ديال الطائر الحسون كتعرفوها كتملأ بجوج حتى ل5 حتى ل6 الغرامات في الحويصله. اي الطائر كياكل نظامات غذائيه متنوعه في المنجورات ديال الاكل، وخاصنا نعطيوه الفواكه والخضر والنباتات الطبيه بالتنوع. دابا كيتظهر لينا الدلاح راه فعال بالنسبه للناس اللي عندهم المناخ جاف او شبه جاف او جاف، يعطيو الخضر والفواكه للطيور. البطيخ كيتظهر لينا يمكن لينا نقدموه للطائر الحسون ولكن بواحد الكميه قليله. فاش كنحطوه للطائر الحسون كيتغدى عليه العشيه كنحيدو داك الماء ديال غير كيدوشو، كنحيدو لهم داك الماء باش ما يرجعوش يشربوا فيه. كنحيدو دوك الخضر ودوك الفواكه وكنمسحو الاقفاص ديالنا وكنمسحو المنجوره السفليه ديال البراز. يستحسن المولوع دابا حاليا اللي عنده شي سيباراسيون داير الفريخات فيه يمشي يجيب الرمله لي فوسيل ولا لي مينيرو، انواع ديال الرمال اللي عندنا فوق سطح الارض. لي فوسيل كنلقاوهم جنب البحر ولي مينيرو كنلقاوهم جنب الواد. هذا الرمال كناخذوهم كنديروهم على سطح الارضيه ديال القفص باش كيتمشى عليهم الطائر. علاش باش كيتمشى عليهم الطائر؟ عز الله وجهكم دابا مرحله تغيير اش كيكون الطائر منهمك في الامعاء ديالو، حتى داك الاكل اللي كيلوح لينا ديك الجهد اللي كان عنده في الوقيته ديال التزاوج. كان كيوكل الاولاد وكيعمر الحويصله كيمرض ليه شي جزء في الجسم ديالو. خاصنا حنايا الا درنا البرونشيمو نحتفظوا حتى على داك البراز ما يتصابش به الطائر في الجهاز التنفسي باش ما يجيش المخاض، والمخاض كيوقف لينا الاكسجين والاكسجين كيوقف لينا الدماغ، ما كيبقاش يعطي مؤشرات للكور باش يخدم للكور ديال الطائر. كيولي الطائر كيموت لينا ولا كيدخل لينا للتسيف حيت كيقل عنده الاكسجين اللي خاصو يوصل بالنسبه كامله للدماغ باش الدماغ يخدم. هنايا المولوع الى دار ديك الرمله كتنقص واحد 75% من الطفيليات اللي كيرمي الطائر على سطح الارض. اي كيتكركب هذاك البراز وكتمصو الاملاح المعدنيه. فاش كتمصو الاملاح المعدنيه ما كيبقاش ديك البكتيريا كتصرف في القفص، لان النظامات الغذائيه ديال الطائر كيتساقطوا في الارض وضروري الطائر ما يهبط ياكل شي حاجه من الارض. كندخلوا لهم الخضر والفواكه ولا البروكلي والاوراق اللينه ضروري ما كيتساقطوا في الارض. كيرجع الطائر كياكلهم وعنده البراز فيه ان فيروس كيزيد كيرجع داك الفيروس. هنايا المولوع خاصو يدير البرونشيمو بالمحفزات الطبيعيه الطبيه. مثال هاد فليو اللي هضرت عليه اليوم، وعندنا الخزامه، وعندنا العطرشه، وعندنا ازير الزكني، بالنسبه للزعيطره، بالنسبه للفليو. هادو كلهم نباتات طبيه. الشيح حتى هو ما نساوهش من النباتات الطبيه. اذا قدمنا واحد الجزء ولا واحد الكميه قليله للطيور ديالنا 2 مرات في الاسبوع كنديروا واحد البرونشيمو لوكور ديال الطير في ظرف 5 ديال الدقائق. اي كنحتفظوا على اللوكور ديال الطير.
عز الله وجهكم. البراز اللي كيخرج الطائر من الباب المنفذ شنو كيوقع؟ كيخرج البراز فيه رائحة ديال ديك الزهرة ولا ديك النبتة الطبية اللي عطيتيه ياكلها. كيخرج البراز فيه هذيك الرائحة، اي القفص ما كتبقاش فيه الرائحة الكريهة. الا دزنا حدا شي بعض الفريخات في القفيزات كيبداو نشمو داك البراز كريه عندهم، اي المولوع ما كيعطيش المحفزات الطبية. الا عطيتي المحفزات الطبيه كتنقي الامعاء، الكبد، الحويصله، لوكور ديال الطير كامل كتنقيه، اي كطرد الفيروسات والبكتيريا اللي كتطور في لوكور ديال الطير، وحتى الجدري ولي زابسي ما كيبقاوش عند الطير الا كنا كنعتمدوا على النباتات الطبيه. العلاجات، الا جينا نهضروا على العلاجات كيقولك بعض الاخوه العلاجات لا توجد في المحفز الطبيعي، وعلى الادويه البيطريه باش مصوبه بمحفز طبيعي. الا كنا كنعطيو حنايا داك المحفز الطبيعي وكنعرفوا الوقيته اللي غادي نعطيو فيها المحفز الطبيعي، حنا كنديروا العلاج للطائر بدون استشاره طبيب ممرض، طبيب ديال البيطره، بدون استشاره ديالته، بلا ما يعطيني كولوكس، بلا ما يعطيني تابرلين، بلا ما يعطيني ايبارونول، بلا ما يعطيني ايباروفين، كاع جميع هاد الادويه اللي كنهضروا عليهم، سوبر لايار، فيتامين نوفا، بروموتور 45، كاملين هاد الادويه، فلاجيل، هادشي كاع ما غاديش يحتاج المولوع يمشي يشريه. علاش؟ لان في الوقيته ديال النباتات الطبيه كيجيبهم كيعطيهم للطائر وكيدوز مرحله تغيير الريش للطائر بالطبيعي. كيبقى داك الطائر عنده واحد القوه وواحد المناعه في الكور ديالو اللي ما عندوش باش كنعطيوه الادويه البيطريه، لان الادويه البيطريه كتاكسد مع الحموضه د الماء مع البي اش اللي كاين في الماء. علاش كتاكسد لينا بالنوعيه ديال الماء اللي عندنا، وكنشدو داك لو برودوي من عند داك البيطري وكنمشيو نصوبو المنقوع اي المحلول. فاش كنحركوه وكنعطيوه للطائر وما كنعبروش درجه الرطوبه اللي عندنا ودرجه الحراره، الا كنزيدو نسممو داك الطائر وكنقتلو داك الطائر. المحفز الطبيعي الاول اللي كيتجلى في الطبيعه من المحفزات الطبيه فانها علاجات للطيور وكدير لنا برونشيمون للطائر، وانما الا بغينا نصوبوا بها علاج بمنقوع كطول في العلاج. علاش كطول في العلاج؟ لان الطبيعي كيكالمي وكيعالج على واحد المده طويله، دواء بيطري كيعالج في واحد المده وجيزه، وانما المناعه ما كتبقاش عند الطائر في المرحله ديال الاباضه وفي المرحله الجهوزيه. كيكون فاشل، خصك دير ليه واحد الرابيل ديال البكتيريا النافعه، وخصك تعرف البروغرام ديال البكتيريا النافعه فوقاش غادي توقفها باش توصل داك الطائر للمرحله ديال تغيير الريش او المرحله ديال الجهوزيه او مرحله الاباضه. هنايا بعض الموالع كيقول لك انا تعالج ليا الطير، اياه راه كيعطيك باش كتكالمي داك لو فيروس، وداك الفيروس هو كينتشر في الدم، كيتخبع فيه بزاف ديال الصفات هذاك الفيروس. وانما الا كنتي غير غادي تكالميه بدواء بيطري، خدم بالطبيعي بالفريخات الصغار وسير معاهم حتى يكبروا، حتى يتجهزوا ويتزاوجوا ويعطيوك فراخ طبيعيين. كنتي كتخدم بلي برونشيمو هادشي ديال الادويه بيطريه وكيميائيه، شنو كيوقع لك في مرحله التجهيز؟ اما كتخرج لك الاعاقه عند الطيور، اما كيخرج لك الطائر الكتكوت فيه النقطه السوداء، اما كيكبر واحد شويه وكيدير الريش وكيموتوا، ما كتكونش عندهم المناعه. لانك خاصك دائما نتايا كتبع دوك الادويه البيطريه، وخاصك الوقيته اللي فوقاش تعطيهم تكون كتعرفهم وكتعرف لي كومبوزون ديالهم الحقيقيين اللي كتعطي لواحد لوكور هو صغير. ما كنتيش كتعرف ودخلتي في هذاك الميدان ودخلتي مع الماء ما كتعرفش الحموضه والمعادن اللي فيه والبي اش اللي فيه، واش هادوك المواد اللي كيعطيوك واش كيتشبعوا ولا ما كيتشبعوش في الماء، غادي يبدا دير واحد لانسيدون الطيور ديالك، دائما غادي يبداو يموتوا لك الطيور
ونتايا دائما غادي تبدا تشري الطيور وما غادي تشوف التجهيز، وغادي تقول بان هاد الطيور ما كيتجهزوش وما كيتزاوجوش وصعيب باش تجاوزهم. هنايا كتبدا تهرب على هاد الهوايه النبيله. حاولوا تخدموا بالطبيعي، وراه كاين العلاج بالطبيعي، والطبيعي راه هو الاول اللي يبان في علاج ديال الدواجن والابقار والبهائم. عاد خرجوا لنا هاد الادويه الكيميائيه والبيطريه والبشريه، الا بغينا نخدموا بهم كنمشيو عاود معاهم، ولكن ما كنخلطوش المحفز الطبيعي مع دواء بيطري ولا دواء بشري مع محفز طبيعي ولا دواء كيميائي مع محفز طبيعي. هنا كنديروا لي زانسيدون للطير في البطن ديالو وكيموت الطير. حاول كتخدم بدوك الادويه، سير معاهم وسير بالترتيب، سير بالفحم النباتي، سير بفلاجيل، موراها عطي البكتيريا النافعه، تريتيتي الطير بالبكتيريا النافعه. حاول بدا دير برونشيمو ديالك بكولوكس، بفيتامينوفا، بسوبر لاير. حاول تخدم بدوك الادويه اللي بديتي بهم مع لو كورس صغيور ديال الطير. كبر الطير وكتعطيه محفز طبيعي، وقالوا لك بعض العلماء السيولوجيين ديال الولاعه اللي ما عندهمش البيداغوجيه الاورنيتولوجيه في مجال الطيور كيقولوا لك لا الطبيعي ما كيعالجش، وقايه كذا. نقول ليه الطبيعي كيعالج بالمحفزات الطبيعيه الطبيه اللي كيصوبوا بها هذوك الناس اللي في البيطري. هذوك الادويه اللي كيعطيوك طبيعيه، الا مشينا نسولوا البيطري ولا نقراو لي كومبوزون ديال هذاك الدواء كنلقاو فيهم البروتين، المعادن، لي فيتامين، لي كالسيوم. هادو هما اللي كيحتاج الطائر. منين كيخص تخلصوهم هما من النباتات الطبيه. راه كيجيب شاردون دماغي وكيمزجها مع الزنجبيل، كتعطي واحد الكومبوزون كتقتل واحد الفيروس، وهذاك الفيروس كينشط في الجسم. خصهم يزيدوا عليه واحد الماده باش تقتل هذاك الجسم ما بقاش ينشط في لوكور ديال الطير. شنو كيديروا؟ كيزيدوا ماده كيميائيه، اي ماده فوسفاتيه، كيزيدوها باش كتخمد هذاك الفيروس، كيتولي عليه غشاء وكيموت وكيخرج من ديك البلاصه اللي كينشط فيها وكيمشي على عبر الامعاء حتى الباب المنفذ كيخرج بالبراز. راه المولوع خاصو يكون كينفتح مع الطبيعه. جبنا الطيور من الطبيعه دخلناهم من المنزل، غادي نمشيو معاهم بالبخونشيمو الطبيعي، بالاوراق اللينه من الحليبيات والحميضيات والبقوليات. اذا مشينا بالحليبيات والبقوليات والحميضيات حتى هما محفزات طبيعيه طبيه. ومشينا النباتات الشوكيه كنلقاو شاردون دماغي، زريعه الشوك، زريعه نوار الشمس، كاع الجرجير، تيفاف، كاملين هادو، تزمورت، هادو نباتات طبيه وشوكيه وفعاله للجسم ديال الطائر. كنمشيو للاوراق لي غراند جيرمي، اي اللي كنستنبتو من لي باكاسي، حتى هما كلهم غنيين بالمعادن وفعالين للجسم ديال الطائر. داكشي اللي ولفتي للطير هو علاش كتمشي. والعديد ديال الموالع كيقول لك انا غادي نعالج الطير، حسن ليا يبقى ليا لوكور وما يبقاو ليا وما باغيش الاولاد. كيبغي داك لو شارم ديال الطير ولا كيبغي الماده باش شرا الطائر. شريت الطائر ب 8000 ما خصوش يموت ليا، شريته ب 6000 7000 ما خصوش يموت ليا، راه شريته غالي. الفكره فين كتمشي؟ كتمشي للماده وكتمشي لجماليات الطائر، ما كتمشيش الفكره العلاج الحقيقي ونفرخ في داك الطير ونخرج به الاشكال والالوان وتولي عندي سلاله. من بعد الموالع هكا كيمشي، مولوع هكا كيمشي على هاد العقليه الماديه ولو كورو شارم، ما كيمشيش في العقليه ديالت غادي نربي بمحفز طبيعي وحتى يمرض ليا الطير نقدر نستشر بيطري نعالجو، وانما نتبع الحاله المرضيه ديالته حتى نشوف داك الطير وقف. فاش كيوقف كندخلوه للتزاوج. حتى داك الحرمان ديال التزاوج ديال الطيور
راه كيتصاب الطائر بالاكتئاب، كيسمع الاناث كيغردوا وما كتزوجوش نتايا، وكيدخل لمرحله تغيير الريش، كيولي الكالسيوم ما فيهش بزاف، داك الطير ما فيهش البروتين، ما فيهش المعادن، ما فيهش لي فيتامين، غير كتحطو في قفز وكتعطيه الزوان والماء. وكتمشيو بدوك الافكار ديال الناس القدام، الزوان والماء فقط. هادوك طيور مغرده وحرمانها من النظامات الغذائية. لا، ما نحرمش الطائر من النظامات الغذائية، نعطي للطائر نظام غذائي متوازن. بغيت نخليه للتغاريد نخليه للتغاريد، وفوق التزاوج كنعطيه الحرية الأورنيثولوجية، كنخلي الطير يتزاوج. الا خليتي الطير يتزاوج كيزيد كيبدع على الانثى، وكيبدع لك على الاولاد ديالو. كتزيد تسمع الخزانه ديال الطائر، قلال الموالع اللي كيعرفوا هادشي. كتسمع الخزانه ديال الطائر الحقيقيه. اما شدينا شريط وعطيناه للطائر وحفظ لينا، وحنا مشينا به للمسابقه ورديناه في قفزه، وفوقيت التزاوج حارمينه، وزدنا عطيناه داك الشريط وكنسمعوا غير نفس الشريط. لا، داك الشريط غادي يطلع لك نتايا في راسك، حيت غادي تسمع الودانيه، غادي تبهر، غادي تقول ياه شو الطائر الوداني كي داير، شوف مالاكا كي داير، شوف الكوبيه كي دايره، شوف الشاميه كي دايره. غادي تعاود تدخل في في الروح ديال التغاريد، وما تعرف ما تشد. وداك الارتباك منين بدا ليك في الاولى؟ بدا لك نهار شريتي الطير غالي، ونهار داويتي الطير بفلوس غاليين. كتولي كتشوف في الماديات وما كتشوفش في المعنويات، اللي هي غادي تعطيك واحد السلاله، وتعطيك واحد الاشكال، واحد الطيور اخرين، وواحد الابداع في التغاريد في باهم. وغادي يخرجوا الوليدات صغار بواحد لو شارم اخر وبواحد الابداع. المولوع ما يكونش كيفكر بان شرا الطير غالي، وما كيفكرش بان خصو يعالج الطائر بسرعه. خاصو يفكر كيفاش يعالج الطائر ويخرجوا 100%، ويفرخ به ويخرج به الاشكال والالوان. هنايا كيتسمى المولوع. ودوك الوليدات هما اللي كتحفظ واللي كتدخل بهم المسابقه وكتباهى بهم. هي عندك لوجيسيال، عندك البيسي، مسك الله عليك، عندك امكانيات كتخدم بهم، وانما فكر في الحقوق الاورنيثولوجي ديال الطائر. الا باغي تكتشف الولاعه وتمشي في البحر ديال الولاعه، كنتو كتحدوها الولاعه في المال والشكل، غادي تبقى كتلعب غير في المال والشكل، وغادي يبدا تشري طيوره غاليين، وغادي يبدا تعالجهم، وغادي يبداو يموتوا لك، وتمشي بهم للمسابقه ويتقطعوا المسابقات ما بقاش تلقاهم. وها انت كاع جبتي شهره بالطائر، وانما علاش حرمتيه؟ من النفسيه ديالته، لان غادي تحاسب عليه. ما تحرموش من النفسيه ديالته، اعطيه الحقوق ديالو ديال الطبيعه، واعطيه نظامات غذائيه وعلاجات طبيعيه، وان شاء الله غادي تكون نتايا من الاحسن المولوعين. الا تبعنا هذا الشيء ديال الادويه البيطريه والبشريه والكيميائيه، كنخرجوا على بزاف ديال الطيور في المرحله ديال التزاوج. كنزوجوهم كيخرجوا لنا لي زانسيدو في الابناء. البيض ما مخصبش، معوق الطائر فيه لي زابسي، كبر واحد شويه مات، بانت النقطه السوداء، بان العرق الزرق، بانت الكوكسيديا، بانت السلمونيه. كيبانوا بزاف ديال لي زانسيدو اللي كنهضروا عليهم وكنعالجوهم بالادويه البيطريه، ما خصناش نوصلوا ليهم. خاص المولوع يبقى يمشي بهذه المحفزات الطبيعيه من الاول، من الديبار ديالو، وغادي يلقى راسو غادي في الولاعه 100%. فاش كندخلوا الادويه كيميائيه وادويه بشريه وادويه بيطريه، كيوليو عندنا لي زانسيدو الارتباك في المحلول وفي الماء، والارتباك في المناخ. هادشي كيبدا كيتغير عندنا، وحتى حنايا ما كنلقاوش كيفاش نكملوا العلاج. وكنتمنى لكم التوفيق والطمأنينة والهناء في مجال تربية الطيور والمحافظة على البيئة.